النهاردة هنتعلم الحاجات اللي لازم نراعيها قبل ما نرد على أسئلة ابننا المحرجة، ودي تعتبر من أهم مبادئ التربية الجنسية لأولادنا. 1. قبل أي حاجة لازم ننزل لمستوى الطفل، بمعنى إن لازم نفهم إن في مصطلحات علمية وبعض الكلمات ما ينفعش نقولها لأولادنا لأن صعب عليهم إنهم يفهموها. تاني حاجة، لازم إجابتنا تكون متوافقة مع عمر ابننا، يعني لو ابنك عنده 3 سنين بنجاوب له إجابات معينة غير أخوه اللي ممكن يبقى عنده 10 سنين، وعشان كده الإجابة اللي ممكن تقنع ابنك في عمر الحضانة مش ممكن تقنع ابنك اللي عنده 10 سنين. تالت حاجة، لازم أراعي دقة الإجابة وبساطتها، وخلي بالك دي حاجة مهمة جدا، لأنك لو اديت ابنك أي إجابة مش صحيحة أو فيها أي نوع من الخداع هيفقد ثقته فيك. فابعد عن الإجابات المغلوطة أو الغير منطقية. مش معنى إن أنا بقولك بسط إجابتك إنك تقول إجابات غلط أو تستخف بعقل ابنك، لأن ابنك عمره ما هينسى اللي أنت هتقوله له. رابع حاجة، لازم تقدم له المعلومات بتدرج، بنعرف ولادنا عارفين إيه وبنبني عليها كل مرة معلومة أزيد شوية. وخلي بالك هنا ممكن لما تيجي تسمع المعلومة اللي عند ابنك تلاقيها غلط، ده بيتطلب منك إنك تبدأ تصلح المعلومات الخاطئة والمشوهة عند ابنك وتبني بدلها المعلومات الصحيحة. رابع حاجة، استعين بأمثلة من الواقع، يعني ممكن مثلا لو حبيت تفهمه معلومات عن التكاثر إنك تستعين بأمثلة من عالم النبات أو الحيوان. 5. لازم تكون أول شخص يقدم لابنه المعلومات، لأن زي ما قلنا قبل كده إن ابنك بيكون عنده فضول كبير جدا ودايما عايز يسأل ويعرف، وعشان كده لازم يكون الوالدين أول ناس تقدم لأولادهم المعلومة، لأن ابنك بيصدق اللي قاله المعلومة في الأول. 6. ما تقدملوش كل المعلومات مرة واحدة، اعرف ابنك عارف ايه من معلومات وجاوب بس على سؤاله. 7. الحوار مع الطفل، لازم التربية الجنسية للطفل تاخد شكل الحوار، لأن الحوار هيديك مساحة تعرف ايه المعلومات اللي عند ابنك وايه المعلومات المغلوطة عشان تعرف تصححها وتعرف هو بيسمع ايه ومن مين. وهنا هتيجي فرصتك انك تقدم الإرشاد المناسب في جو لطيف من الود والتفاهم. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.